مساء الخير، اهلا بيكم في اول حلقه صوتيه من برنامج المثقف. الحلقات اللي بنناقش فيها بعض المواضيع اللي موجوده في وقتنا الحالي، واهم موضوع ممكن نتكلم فيه هو اول موضوع ممكن نتكلم فيه هي جمله يعني احنا بنسمعها كتير قوي، جمله يعني ممله اساسا احنا بنكرهها، هي جمله انتوا جيل فاشل. خلينا نتكلم عن الجمله دي شويه. هو احنا فعلا جيل فاشل؟ يعني هل احنا فعلا الجيل اللي اتولد في بقهم معلقه دهب؟ هل احنا الجيل اللي جه على اثر العظماء وجينا على الجاهز ما عملناش اي حاجه؟ احنا جينا لقينا كل حاجه جاهزه لنا، جيل فيسبوك وانستجرام ومواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا. يعني خلينا نتكلم بصوره عامه عن جيلنا اكتر. احنا جيلنا اسمه جين زي او الجيل زد. احنا الجيل اللي اتولد من مواليد 1997 ل 2012، جيل حضر تأسيس شركات عالمية وظهور براندات وشركات تانية، يعني على سبيل المثال أمازون وأبل ومايكروسوفت وجوجل. جيل حضر تأسيس عمالقة الإنترنت، وجيل مشهور بالذكاء الإلكتروني. إحنا حضرنا تأسيس شركات وبرضو إحنا أذكياء في مجالهم. جيل اعتماده الكبير على الإنترنت والسوشيال ميديا بيخلوه أسرع في التعلم، وبالنسبه له الحياه بسيطه جدا لان الانترنت بيفتح لك كل افاق المعرفه. وبالنسبه للشغل كتير مننا بيشوفوه وسيله لتحقيق اهداف ماديه مش شغفهم اللي بيحبوه. يعني احنا بنشوف ان الشغل احنا بنروحه لمجرد بس تحقيق اهداف ماديه، ليس اكثر ولا اقل، مجرد دخل بيدخل لك في جيبك هو الشغل، ليس شغف. يعني انت مش بتعمل حاجه بتحبها، انت بتعمل حاجه تفترض ان انت بتحبها علشان تكسب فلوس. يعني جيلي بيحب المرونة والاستقلالية في حياته، بيميلوا أكتر للعزلة وبيقدسوا الخصوصية جدا. جيل مش بيحب حد يفرض عليه رأيه، عشان كده بنسمع جملة انتم جيل فاشل بس لأننا مش بنحب حد يتدخل في حياتنا، عايزين نجربها احنا بطريقتنا. الناس للأسف مش فاهمة اننا في زمن غير الزمن. يعني ببساطة الخبرات السابقة اللي كان الناس بتكتسبها مش هتنفعنا لانها خبرات مكتسبة من التعامل في الحياة. يعني ببساطة انا ما بكتسبش خبرتي غير لما بتعامل مع شخص تاني بيديني من خبراته، بيحكي لي على مواقف حصلت معاه. لكن انا غير، انا ببساطة انا بتعامل مع الانترنت والتكنولوجيا، بخش بمنتهى السهولة بعرف قصة حياة انسان كامل وافهم كل حاجة من خلال ملف PDF موجود على الفيسبوك، او ممكن انزله من جوجل، ويكيبيديا، اي موقع ممكن اخش اجيب اللي انا عايزه. وده حاجه ما كانتش متاحه في الاجيال اللي فاتت، فاحنا مش بنتبادل معاهم المعرفه، فبالنسبه لهم احنا جيل مش عارف حاجه، جيل فاشل. ومهما كانت مستوى ادراكك انت برضو اقل من عم عوض اللي واقف بيحرس ضوابط بيتكو، لمجرد ان عم عوض تعامل مع واحد يعني غفير. الغفير ده كان شغال في اسم، خد منه خبرات وعرف ايه هي الحاجات الاساسيه، او عرف القواعد والقوانين منه. وانت اللي دارس حقوق ومتخرج من كلية حقوق بامتياز، معاك ليسانس حقوق، وبتكلمه في ان ده شيء ضد القانون، هو بالنسبه له انت غلط. لان الغفير اللي حكاله زمان حكاله ان ده حاجه عاديه يا عم عوض، ما فيهاش مشكله يعني لما تقتل، يعني قتل بالصدفه يا راجل. هي دي افكارهم، ديت الطرق اللي اكتسبوا بيها خبراتهم، واللي ممكن بنسبه كبيره جدا تكون غلط. ولكن بالرغم من كده احنا ذكائنا التكنولوجي اللي خلانا نقدر نسخر حاجه زي الانترنت والتكنولوجيا خسرتنا جزء كبير قوي من حياتنا الاجتماعيه، خسرتنا التعامل وخسرتنا حياتنا اللي ممكن نكتسبها من التعامل مع الناس، وممكن تكون مكلفه اكتر لينا. حياه العزله اللي احنا بنعيشها خلتنا بنسبه كبيره جدا عندنا مشاكل نفسيه، وعندنا اكتئاب، وعندنا بعض الازمات اللي بتواجه بعض منا، وهي مثلا بتظهر في مصطلحات ما كانتش موجوده زمان. يعني ما كنتش تسمع مثلا ان حد عنده رهاب اجتماعي، ايه الحاجه دي؟ ما كانتش موجوده زمان. يعني انت لو قلت لوالدك او لوالدتك او لجدك لو لسه عايش يعني ايه رهاب اجتماعي، مش هيفهمك اصلا. وده منطقي لاننا جيل اكتسب خبرته من الانترنت اللي هو اصلا متاح في كل البيوت. انت في اوضتك بتكتسب خبرات، انت في بيتك في قلب الخمس افراد اللي انت بتعيش معاهم، ابوك وامك واخواتك، انت بتكتسب خبرات وانت ماسك موبايلك. فطبيعي ان انت المنطقه اللي انت فيها دي هي الكومفورت زون بتاعك، انت ما بتخرجش منها، فبالتالي انت مرتاح مع الناس دي، مش لازم تتعامل مع غيرهم. وده اللي بيحط جوانا مشكله، وهي الرهاب الاجتماعي اللي ما كانتش موجوده في الاجيال اللي قبلنا. احنا جيل اغلب مشاكله حلها عن طريق الانترنت. يعني مثلا احنا عملنا ثوره كامله من خلال الانترنت، 25 يناير اللي الفتيل بتاعها اشتعل على منصات التواصل الاجتماعي. الثوار كانوا بينظموا صفوفهم بمختلف طوائفهم بمختلف دياناتهم من خلال الانترنت، فيسبوك، بنتفق احنا هننزل في الوقت الفلاني وبينزلوا وبيحصل ثوره. ده 25 يناير اللي حصل. شفنا لاول مره التجمع ده
ده من خلال فيسبوك. وخليني اتكلم عن حاجه برضو، احنا بس مش حضرنا ثوره. الجيل اللي بيقول احنا حضرنا وحضرنا وحضرنا، لا، احنا حضرنا ثوره ووباء وازمه عالميه، ازمه 2008. طبعا انت لو قلت 2008 اللي في خيال البعض من الجيل القديم حسن شحاته. يعني جوه مصر بنحتفل بحسن شحاته، وبره مصر الاوضاع مزريه، الاقتصاد العالمي بينهار، البورصه الامريكيه في اسوأ حالاتها، ومش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده. عدد ثورات يعني رهيب، حروب اقليميه، وحضرنا نزاعات عالميه وكوارث مناخيه وغيرها. يعني يا اخي حتى الزلزال اللي هم بيتباهوا بيه اللي ضرب مصر سنه 92 ودمر وخلى وسوى، ما كانش اقوى زلزال ضرب مصر. 2025 ضرب مصر زلزال بقوه 6.4 ريختر، ده جيل حضره. بالرغم من كده بيتقال علينا جيل فاشل وما حضرش حاجه، جيل مرفه خد كل حاجه على الجاهز. طب تعالى اقول لك الاحصائيات بتقول ايه على الجيل المرفه اللي خد كل حاجه على الجاهز. الاحصائيات بتقول اعلى نسبه مرضى اكتئاب موجوده في جين زي او الجيل اللي احنا فيه ده، بمعدل بيصل ل 42% من مرضى الاكتئاب والحزن المستمر عندهم احساس بالاكتئاب والحزن المستمر. 47% من جيلي عندهم قلق مستمر. طبعا حد يسالني عندكم قلق من ايه؟ هقول لحضرتك احنا ببساطه عندنا ضغوطات اكاديميه مختلفه عنكم. انتوا نظم التعليم زمان غير نظم التعليم دلوقتي، نظم التعليم بتاعتنا مختلفه تماما عن النظم السابقه. عندنا تقلبات في سوق العمل، مش عارفين هل الذكاء الاصطناعي هياخد اماكننا او لا، وهل هنلاقي اصلا مكان في وسط سوق العمل اللي كل يوم بيظهر فيه حاجه جديده محتاجه تطوير، وبيظهر ناس بتحتكر منطقه العمل. عندنا ضغط من وسائل التواصل الاجتماعي اللي خلت الطبقات بمصطلحاتنا العاميه بنقول ساحت على بعض. يعني ببساطه انا بقيت بشوف طبقات غنيه كتير جدا لما بتفتح تيك توك او تفتح انستجرام، بتشوف طبقات اجتماعيه بتحتفل احتفالات على حاجات تافهه. انت ما بتحتفلش بعيد ميلادك اصلا، هم بيحتفلوا على حاجات في منتهى التفاهه، ال1000 فولور وال50000 فولور وحاجات انت نفسك ما انتش فاهم السبب، بس انت فرحان لهم وخلاص، لان انت من جواك ابيض. يعني انت من جواك انسان نظيف، فانت فرحان لهم، فرحان ان في حد فرحان. لكن خليني اقول لك، عقلك اللاواعي بيرسم جواك توهم كده ان الناس دي كلها عايشه وانا الوحيد اللي مش عايش، بالرغم من ان في ناس كتير جدا حالتهم اسوأ منك. ولكن انت لما بتفتح السوشيال ميديا بتلاقي الناس كلها مبسوطه، انت مش مبسوط، فبالتالي بترسم جواك شعور من الاكتئاب والحزن. منطقي يكون عندك اساسا، ده منطقي جدا. انت متخيل الناس دي كلها فرحانه ومبسوطه؟ خليني اقول لك، ممكن 80% من الناس اللي انت بتشوفهم على السوشيال ميديا، الناس دي بتمثل الفرحه، الناس دي بتمثل السعاده، الناس دي بتمثل انها بتحب بعض، وانت طموحاتك بتعلى، معكش فلوس اصلا تروح. يعني انت بتفكر لو انت عزمتها بكره لو طلبت عصير هتعمل ايه؟ ده اللي في بالك. هي طموحاتها بسبب ان اللي بتشوفه على السوشيال ميديا طموحاتها بقت اعلى، فبالتالي بقت شايفه ان طبيعي جدا ان هو يجيب لي خاتم الماظ. حبيبتي احنا بنشيل هم ال6 جرام دهب، ده بالنسبه لنا احنا كشباب، وهكذا الوضع بيزداد سوءا، لان انت من جواك بقيت بتتحمل بحاجات يعني سلبيه كتير جدا، واحساس ان انت اللي تحت. وتيجي تفتح بعض اللايفات بيظهر لك مجتمع مختلف ومجتمع غريب، اغلبه بيجري ورا اي شيء تافه، بيبيع مبادئه، بيبيع كرامته، بيبيع عفته وشرفه وانوثته، بيبيع دينه في سبيل انه يعيش في نفس الطبقه اللي بيمثل انه منها. بيعمل اي حاجه، بيطلع يشحت في اللايفات او يطلع يعمل حاجات تافهه جدا، او يصور حد من ذوي الاعاقه، او يعمل لقطه مع شخص محتاج عشان يبان وعشان يظهر، او حتى يطلع يتكلم في شيء عكس المألوف. زي ما بنشوف كتير جدا ناس بتطلع تدي تصريحات عكس الشريعه الاسلاميه وعكس الدين، لمجرد بس ان تصريحاته تبان وعشان الناس تعرفه وتتكلم عنه. اثاره الجدل بتخليه يعني محط للانظار، هو مفكر في ذاته ان هو ده حاجه انجاز، لكن الناس بتبص له ان انت انسان مجنون، انت ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ اللي انت بتقوله ده اسمه عبث. التصريحات اللي انت بتقولها دي فئات كتير جدا ما بتقبلهاش، ولكن انت بتعملها في سبيل انك تبان ويتسلط عليك الضوء ويتعرف، فبقى الناس تستسهل انها تعمل حاجه زي كده. اصلا معلش، انا ايه اللي يخليني اتعب في تعليم وشغل وجامعه واتعب واجتهد، وهيجي واحد بالليل اصلا يفتح نت يشحت في لايف ويجيب اللي انا بجيبه في شهر، هو هيجيبه في يوم واحد، وممكن اصلا مش في يوم، ممكن في نص ساعه في لايف، وده احنا شفناه. وطبعا الناس بتحضر اللايفات دي لمجرد انهم ياخدوا من محتواهم ويقلدوا. ده للاسف اصبح حالنا. اكتر حاجه بتاثر علينا نفسيا وفكريا هي الحاجات دي، ان الناس ديت بتجيب وبتوصل. انا حضرت الفتره ترند عن شخص ما، يعني المفروض ان هو على حسب ما بيقولوا ان هو بلوجر، وانا مش شايف ان هو بلوجر خالص، انا شايفه حاجه في منتهى التفاهه. جاب ايفون، فالناس كلها بتتكلم ان هو جاب ايفون، وعماله تتكلم ان هو بقى شخصيه معاه ايفون وبتاع. انت متخيل الناس بقت فكرها فين؟ الناس تقول ده جاب ايفون وانا ما جبتش. طبيعي ده واحد بيطلع يشحت في اللايفات، ده واحد فلوسه مش تعبان فيها، فطبيعي جدا ان هو يبقى معاه ايفون. انت لو ده معهوش ايفون من الشحات، مين اللي هيبقى معاه؟ انا معلش مفيش الكلام ده. انت بتتكلم ان الشحاته بتجيب، الشحاته بتجيب، وشغل اللايفات بيجيب، ولكن انت وانت طالع اللايف هتحط كرامتك على جنب، هتحط مبادئك على جنب، وهتسيبه، لان انت هتبقى معروف ان انت منعدم الكرامه. الناس عارفه فلوسك جايه منين، وعارفه انك شخصيه تافهه. مهما حاولت
بتمثل دور انك شخصيه مهمه، مهما حاولت انك تطلع فلوسك في سبيل ان الناس تقول ان انت شخصيه مهمه انت تافه. ده اللي جيلي بيعيشه وجيلي بيشوفه، اسباب ممكن تخليه يعيش في اكتئاب حاد. الناس دي بتنجح والناس دي بتحقق ثروات وانا اللي بجتهد وبتعب ما بجيبش حاجه. وده لوحده كان سبب ان 47% مننا عايش في حاله من القلق المستمر، و42% من جيلي عندهم اكتئاب وحزن مستمر. احنا مش جيل فاشل، احنا جيل ذكي جدا، جيل بيقدر يفهم مجريات الامور وبيعدي كوارث كتير حصلت معاه. احنا جيل ببساطه شال اعباء الاجيال اللي قبل من اخطاء فكريه وتقاليد غلط اغلبها منافي للشريعه الاسلاميه اصلا، ولكن الاجيال دي متمسكه بيها، ومجرد محاوله اننا نصلح تفكيرهم او نعرفهم ان الشيء ده غلط بيتقال علينا يعني معلش في اللفظ عيال بيشخن. تم رفض اي اقتراح مننا لانها في عيونهم قليلين. ده سبب لوحده كفيل انه يعيش البني ادم في حاله من الاكتئاب والحزن واحساس بالضعف واحساس ان هو صغير جدا، وده بيفقده ثقته في نفسه وثقته في اللي حواليه. ده السبب يعني من اصعب الاسباب اللي بتخلي جيلي في حاله اكتئاب مستمر وحاله من الحزن. هو حزين على حاله، ولكن في الحقيقه احنا جيل متميز، جيل متميز اننا نتخطى الغلط اللي احنا بنعيشه والعرف المنافي للشريعه والافكار الرجعيه، وهنا اقصد بالرجعيه اللي هي اساسا غلط وبالتالي بتنافي الشريعه، ولكن البعض متمسك بيها لمجرد اننا يعني حضرنا اهلنا بيعملوها. يا جماعه يعني احنا اهلنا كانوا بيعملوا كده فاحنا كمان هنعمل كده. طب يا جماعه ده غلط وممكن يكون منافي للشريعه، يقول لك لا احنا اهلنا كانوا بيعملوا كده فاحنا هنعمل كده. وده بيبان في حاجات كتير جدا، زي مثلا الناس اللي بتروح تتقرب لربنا سبحانه وتعالى من خلال المقامات. يعني انا هروح لمقام سيدي فلان علشان ربنا يشفي لي ابني، انت كده غلط وده ضد الشريعه ومنافي ليها، ده اسمه شرك، دي حاجه تانية. انت كده ما فرقتش حاجه عن الكفار قريش لان هم ما كانوش كفره، هم كانوا مشركين. نهايه خليني اقول لك احنا مش جيل فاشل، احنا جيل متميز جدا، جيل عنده ذكاء عاطفي وذكاء تكنولوجي بيخليه بيواكب العصر وبيواكب التكنولوجيا اللي بتطلع. احنا الجيل اللي ممكن هم يقولوا عننا فاشل، ولكن احنا جيل متميز جدا، جيل عارف مقدار نفسه وعارف ان قدراته اكبر بكتير من ان حد يوقفه. وكده تنتهي اول حلقه لينا او اول حلقه صوتيه من برنامج المثقف. ما تنساش تشوف الحلقه اللي فاتت وتستنى الحلقات الجايه. ما تنسوش تعملوا لايك وتتابعوا القناه عشان تشوفوا كل جديد. سلام.